والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ اموركم طيبة؟ كديرين الفراتت الفريتيتات؟ اش كتعاودوا؟ ياك كلشي مزيان؟ ياك كلشي هو هذاك؟ ياك ما عندكم باس؟ ياك ما قاري باس؟ ايوا كنت كنعاود لكم في القصه، تا وليت خصني نعاود لكم دابا علاش غبرت. بعدا خصني نقول لكم دابا علاش غبرت. الاخوات اللي خلاو لي التعليقات وقالوا لي كملي لنا القصه، راه حنا كنتسناو القصه ديال تركيا، ولي سولوني قالوا لي كيفاش تصايبتي الاقامه. راني جاوبتكم في الفيديو الفايت كيفاش تصايبت الاقامه، ولي قالوا لي شنو درتي بالاقامه. ولي قالوا لي عافاك كيفاش كتصايب الاقامه. نقول لكم اصلا اشنو الانسان غيدير تما، هو صايب كاع الاقامه. شنو غادي يدير في تركيا مثلا؟ صايب الاقامه اش غيدير في تركيا؟ الموضوع ديالنا البنات كان هو من بعد ما صيبت الاقامه في تركيا. المهم البنات صيبت الاقامه في تركيا كيف قلت لكم البنات، وبركت تما واحد المده. سدوا عليا في كورونا، بقيت محبوسه تما، سالوا لي الفلوس اخواتاتي، والو ما بقيت. الريال ما يدور، الكرا غالي، اللغه ما عندكش، هما ما كيبغيوش يهضروا بايتها لغه الا اللغه التركيه. الا دويتي معاه بالتركيه يدوي معاك، ما دويتيش معاه بالتركيه راه ما يعبركش ولا تعبرك نهائيا نهائيا نهائيا. عندهم التركيه فقط. المهم اخوتي وخواتاتي تما راه ما عندكش اللغه التركيه، الا ما عندكش كتدوي في التركيه بلا غادي تتعذب بزاف. كيدويو بالونجلي، ولكن واحد الناس قلال اللي كيدويو بالونجلي. نقول لكم واحد الفئه قليله اللي كتكلم بالونجلي، اغلبيه كيتكلموا بالتركيه، وما تجبدش لهم حس لونجلي، وما تجبدش لهم حس شي لغه اخرى والحس العربي. ومشكله ديال العربي كيبان لهم هما بحال راك انت مشكل، كيشوفوك عربيه ولا عربيه كتساوي مشكل. مازال المراه العربيه كيعطيوها قيمه وكيهضروا معاها، وعلاش؟ لانهم كيحاولوا يتقربوا منها وكذا وكذا وكذا. ولكن واخا هكا كيبقى واحد العنصريه من تجاه العرب بصفه عامه، سواء انت مغربيه ام عربيه بصفه عامه، والصلاه على النبي. المهم بعد ما صايبت كيف قلت لكم الاقامه، بقيت تمايا. قلت شنو غندير هاد الفتره اللي جالسه؟ ضروري ندير فيها شي حاجه. عرفتي يا البنات شنو كنت كندير؟ كان ندلك على بومزوي تما، كندلك على بومزوي تما. كاين الناس اللي ما عارفينوش، كاين الناس اللي ما في خبارهمش. حاولت ندير شي حاجه. المهم كندلك على بومزوي، بقينا حنايا تما شادين لوطيل. كيف قلت لكم البلاصه اللي كنت كاريه فيها عندك السيد الاول الصديقه بيت حيت غاليه، مشيت كريت واحد لوطيل رخيص شويه مناسب في الثمن، وكنحاول. المهم جلسنا بعدا فيه، كناكلوا برا وكنجيو نباتوا في لوطيل، كناكلوا برا ونجيو نباتوا في لوطيل. هذه المشكله الاولى. صافي الفراتات والفريتيتات، بقيت تمايا، يعني استسلمت الامر الواقع اني راه ما عنديش كيفاش ندخل المغرب لين سدوا على حساب كورونا. اما خاصني نشوف ليا شي خدمه، اما المهم نحاولوا نخدموا حنا بجوج، ماشي غير انا، خصنا نحاولوا حنا نخدموا بجوج لين باش نقدروا نوفروا فلوس ديال الكرا المعيشه. هذا بزاف ديال الحوايج تما، بزاف ديال المصاريف عندك تما. المهم وانا عندي الدواء ديالي كنشربو، خاصني واحد الدواء ضروري كنشربو. مرضت واحد المرضى خايبه تما بديك الماكله ديالهم ديال الزنقه، كيكون فيها التوابل بزاف والعطريه بزاف. المهم ونفس الماكله مرضت وانا كنت جالسه في لوطيل. نط عاوتاني كنقلب على الكرا، وانا غنعاود لكم هذه القصه اللي غتبدا دابا، واحد القصه اللي زوينه. تبعوا الفيديو حتى الاخير. غتبدا مع اخوات من عربيات واخوات من الجزائر، وزوجها من الجزائر، والاخت جزائريه وزوجها جزائري. تحيه ليهم من هذه القناه. الاخت خديجه وزوجها المهندس، تحيه ليهم كبيره 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 كبيره. والاخ محمد المغربي اللي كيبيع اللباس التقليدي، ولد درب السلطان دار بيضاء، وزوجته سعاد الجزائريه من وهران. تحيه لكم كبيره 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 كبيره، كنسلم عليكم الا شفتوا هذا الفيديو هذا. ايوا اخوتي وخواتاتي، كنوصل ديك الساعه، كنوصل رمضان وحنايا باقيين تمايا. المهم بقينا واحلين تمايا كيف قلت لكم. حاولت نتلاوط، المهم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حاولنا نديروا شي حاجه. التقيت بواحد السيد تركي كبير في العمر، قال لي راه دارني جنبي. قلت لي راه خاصك عندك بوم زوي. قال لي ما عرفتوش. قلت ليه راه شنو قال لي يجي عندي للدار دلكي ليا، ولا وافقني هادشي ديال بوم زوي والحمد لله بريت غنشوف لك ناس اخرين. فعلا مشيت درت معاه ديك البركه.
وريتو حركات رياضيه ولا كيحط رجلو ولا كيحرك رجلو، بدا كيشوف ليا دوك الشياب ديالهم هما فين ما كاين شي واحد كبير كيقول لي يجي عالجي، وكاين اللي فايت فيه الفوت حتى غنعالج فيه. عرفتي كاين اللي مسالي مسكين الله يجيب الشفاء لينا والوالدين وكاع الناس المرض الله يشافيهم، وكاين اللي مسكين هكا كيكحز هكا كيقول لي لا رجعي ليه رجليه، كاين اللي رجلو ما كتحطش في الارض وكيقول لك خاصها تنزل في الارض، كاين اللي بزاف كاين اللي يدو هكا عوجها كيقول لك لا راه خاصها تقاد. قلت ليه ما كيعنيش انك انت بريتي، هاد الناس تا هما راه عندهم نفس المشكله ديالك، راه بوزلهم فسرت ليه شنو السبب ديالو، السبب ديالو برد راه عرق راه هادي والو داكشي ما دخلش فيه الدماغ ديالو. قلت لي انت مخك حجره انا غنصدع معاك راسي. المهم كان بغى يسكنني عنده في دارو، ما عجبتنيش دارو، لقيتها كلها بروده وميديتي ومقشره وداكشي. المهم ما عجبتناش، قلنا ليه ما نسكنوش معاك. مشينا كنقلبوا في جهه اخرى هي فاش غنتلاقاو بهاد الناس هادو، هي هذيك قررنا نخرجوا من هذيك المنطقه اللي فيها داك الراجل الكبير اللي هو منطقه التقسيم في اسطنبول، ونمشيو لشارع اقصى راي اللي هو حي شعبي وفيه المقاهي وفيه السوق وفيه اي حاجه بغيتي نمشيو ليه. منا نشوفوا سكنه رخيصه، منها المعيشه رخيصه، حيت حنا محبوسين تما ما نقدروش ندخلوا للمغرب حتى يفتح سيدي ربي. وفي نفس الوقت كان باغي نمشي للقنصليه نعرف شنو طاري في القنصليه وكيفاش ندخل للمغرب انايا باش ما نبقاش وحله تما. هوت الشارع اقصى راي، غاداك الساحه هكا كنتمشى وانايا نتلاقى وغادي كنهضروا بحال هكا، وهي تسولني واحد السيده قالت لي عافاك واش كتعرفي شي بلاصه للكرا؟ قلت لها راه كاين الكرا في هذه الزنقه هذه، راه كاين الكرا، راه حتى انا جيت باش نقلب على الكرا. قالت لي اوكي. مشات في حالات هذيك السيده ما بقى، المهم مشات كتقلب على الكرا، انا ضربت دوره تمايا واحد دوك اللي كيبيعوا الكبال وداك الشيء، وجيت كنقلب خديت واحد لوطيل تمايا بتنا فيه. الغد عاوتاني خرجنا كنقلبوا وحنا لقاو واحد الدار تمايا، هو اوطيل وعنده قهوه، القهوه فيها الطوابل بزاف، ما عرفت كيفاش داير، هي بارطمات وفيها قهوه كبيره لتحت، وقهوه ماشي كيبيعوا القهوه فيها غير الطوابل والكراسه، وفيها كوزينه، يعني كوزينه متشاركه ولكن داكشي غزال نقي تيشعل مصيب بالعود. ايوا صافي الفراتات والفريتيتات مشينا كنقلبوا كيف قلت لكم. لقيت واحد السيد عنده دار فيها 3 طاج وكل بارطمات بوحدهم ولتحت قهاوي. المهم تفاهمت انا وياه، قال لي دقيت عليه لقيته قال لي شوفي راجل كبير هو في العمر، كبير هو سيدي ربي، قال لي غير دخلي وما غيكون الا الخير. دخلت شفت المحل عجبني، قلت المهم تي هذا غير يغلي عليا. تصور السقف بالعود، الدروج بالعود، داكشي كيفاش داير، الكوزينه كيفاش دايره، دوك الطوابل الدنيا تتشعل، الميناج تما النظافه النقاء. المهم داكشي عنده واعر. دخلت ملي عطاني الثمن عطاه لي رخص من الفندق اللي انا فيه، رخص من اللوطيل اللي انا فيه. فرحت قلت لي صافي حنا بينا 2 ديال الناس غنشدوا عندك هاد الغرفه هذه. قال لي شحال غتشدوها؟ قلت لي غنشدوها حتى يحل المهم شهر. قال لي لا قولي لي شحال؟ قلت لي شهر. قال لي شهر ها غندير معاك. سبقنا ليه داك الشهر وجلسنا وجا رمضان. المهم حد شويه انا هابطه للكوزينه باش نصيب من ناكلو، الكوزينه كاينه لتحت وحنا الفوق، وانا نلقى واحد الاخت كتهضر باللهجه المغربيه، واحد الاخت عاقله عليها لابسه واحد الكسوه نصكم هكا، شعرها كحال، متهليه في الهيئه ديالها، باينه عليها انسانه انيقه. جالس معها الزوج ديالها لابسه واحد الكسوه هكا قصيره غير فوق الركبه ونصكم بحال هنا. بقيت هي هذيك بقيت نشوف ديك السيده كنقول واش هذه مغربيه، جاتني شكلها مغربي بحال المغاربه، المهم كتشبه المغاربه. دخلت الكوزينه قضيت الغرض اللي انا قضيت فيه حداهم هما، وانا كنسمعها كتهضر وهي تقول ليه ويقول لها هذه راه مغربيه، هذا اللي قال لها هذه راه مغربيه عراقي كاين تما جالس في ديك القهوه، جالس في ديك المقهى حتى هو واخد بارطمات تما شاده، هو يقول لها هذه راه مغربيه من بلادكم، وهي تقول لي السلام عليكم انت اشمن البلاصه في الجزائر؟ قلت لها لا انا ماشي من الجزائر انا مغربيه. وهي تقول لي مرحبا بختي المغربيه انا اختك من الجزائر. وانا قلت لها مرحبا، ولكن قدك مرحبا قلتها وانايا شويه مع كنشوف دوك الخصومه في المواقع التواصل الاجتماعي وداك الشيء وفي تيك توك وهنا كنشوف ديك الخصومه وداك الصداع وداك المشاكل بيناتهم، يعني جاتني في شكل بحال ما عطيتهاش اهتمام. قلت لها مرحبا،
صافي وطلعت كنسمعها هي كتقول لي راه السيده ما اهتمتش بيا. قلت شو هاد خياتنا هادو فين ما مشيت تابعينا، شو كتقول لك ما اهتمتش بيا؟ واش اهتم بك ولا ما اهتم بك؟ شنو بغيتي فيا دابا؟ انا طلعت في حالاتي علاش هادي كتهضر من ورايا؟ المهم شو سبحان الله، وغنوليو صحاب واصدقاء وواحد المحبه بيناتنا كبيره سبحان الله العظيم. المهم طلعت انا للبيت بقيت كنفكر مع راساتي علاش هاد السيده قالت هاد الهضره بحال هكا. دخلت انا للبيت الدار اللي حنا كرينا تما، واحد شويه وهي تجي تدق عليا في الباب، كتدق في الباب قلت شكون؟ وهي تقول لي معاك خديجه. حليت الباب لقيتها هي، بقيت كنشوف فيها، دخلت حيدت زيفي حيدت حوايجي، لقيتها حتى هي دخلت حيدت حوايجها، لابسه غير واحد البيجامه هكا نصكم وقصيوره، كتلبس شويه الحوايج هكا قصار. هي تقول لي سلام لاباس بخير صحيحه لاباس هادي انت زينه انت مليحه؟ قلت لها الحمد لله. وهي تقول لي راه بغيت نهضر معاك، حنايا خوت وحنايا جيران وحنا عندنا نفس الثقافه ونفس العادات ونفس التقاليد، علاش ما ندوزوش رمضان مع بعضياتنا؟ قلت لها وانا غنفكر ورد عليك. قلت لها انا واحد الانسانه حدوديه وما كنبغيش المشاكل وطيابي راه كنطيبو بوحدي وكنطيب بيديا، ما كناكلش في الزنقه الا دعات الضروره. قالت لي انايا كناكل في الزنقه حتى انا، ولكن انا متشهيه ناكل ماكله ديال المغرب اللي غير كنشوفها غير كنسمع بها. قالت لي بغيت ناكل الحريره المغربيه وناكل كسكسو المغربي وبغيت ناكل الطاجين المغربي، ولو حنا كنديروا هذا الشيء ولكن كيقولوا لي راه المغربيات كيتقنوه وكيعرفوا ليه. وبغيت نسولك واش بصح انت عندك قناه في اليوتيوب؟ راه داك العراقي قال لي راه عندها القناه في اليوتيوب وقال لي راه كتعرف الطيب، وقال لي هذيك الانسانه راه مزيانه بزاف وغير سيري عندها ودقي عندها وراه قلبها كبير وراه انت وياها غتفاهموا. قلت لها مرحبا، ونهار كبير هذا وهي اللي ما تعاودش. قالت لي صافي بسم الله. بقى لها رمضان يومين، المهم جات مسكينه عيطت ليا قالت لي جيت شوفي شنو جبت معايا من الجزائر. قالت لي راني جبت التمر ديال الجزائر زوين الصراحه واعر زوين. قالت لي راني جبت معايا العطريه من الجزائر، جبت داكشي ديالهم باش كيطيبوا التوابل كلشي. قلت لها شوفي راه حتى انا عندي اتاي ديال المغرب، عندي زيت الزيتون. قلت لها راه جبناه وما كليناش. حتى انا قلت راني جبت معايا العطريه الصراحه وراه جيت لقيت هنايا العطريه موجوده يعني بلاصتها. قلت له ولكن انت تبقى عطريه ديال بلادك هي احسن حاجه وزيت الزيتون ديال بلادك هو احسن حاجه. قلت لها بكل صراحه. قالت لي صافي. قلت لها شنو غادي ندير؟ واش نبداو نحطوا نص ديال الفلوس نص ديال الفلوس ولا غير كل واحد يتقدى؟ قالت لي غير كل واحد داكشي اللي كتب الله يجيبو. قلت لها ولا عليك صافي. هي ديك فعلا البنات غنكمل لكم القصه لينا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيفاش غتبدا القصه ديالنا، كيفاش غنبداو نطيبوا، غنحط لكم الفيديو ديال الطياب بيناتنا، الطياب ديالهم هما والطياب اللي درت انايا والطويجنات اللي درت انايا والحريره اللي درت انا وداكشي اللي داروا هما. وسبحان الله العظيم وكان بيناتنا واحد التفاهم واحد التوالم واحد المحبه، ودوزنا واحد رمضان اللي ما نقولش لكم عليها البنات. وان شاء الله غادي نعاود لكم شنو هما الطويجنات اللي كنا نطيب وشنو اللي كنا نديروا. البنات ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم والبارطاج ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم.